حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى، انا داخله عليكم بايه؟ داخله عليكم كده بحبه الوان كده وحبشتكنات وايه. يعني بصوا، دلع الدلع غدوه ب6 جنيه، ب6 جنيه، ب6 جنيه. اتغديت انا وحماتي والعيله وعيله العيله كمان. بصوا بقى يا جماعه، سموا بالله كده وما تنسونيش في الاشياء بتاعتي: اللايك والشير والسبسكرايب لو اول مره بتتابعوني. وحبايبي اللي بيتفرجوا عليا، اوعوا تنسوا تحطوا اللايك. عندك ميه بتغلي يا حبيبتي كده، وانزلي بقى بالخضار اللي عندك دوت. يعني فلفل على قد ما تقدري حطي، يعني بس برضو ما تكتريش قوي قوي. انا حاطه كده قرنين حراقين وواحد رومي، وبصلايه صغيره وطماطميه وجزرايه، كانك بتسلقي لحمه بالظبط. بعد كده طبعا نزلنا بالخضار بتاعنا، نديله تقليبه وننزل عليه يا جماعه بالبرنس بتاع الاكله النهارده، وهو دوت يعني اللي اشتريناه من بره ابو 6 جنيه. 6 جنيه، 6 جنيه. نزلنا بقى بالفول بتاعنا كده وقلبناه وسبناه لحد ما بدأ يستوي. ما نزلناش بالخضره من الاول علشان خاطر لونها ما يسودش معايا. طبعا هنا بجس الفول لقيته خلاص داخل على السوا، رحت نازله بقى عليه بالخضره بتاعتي. شايفين؟ الله الله الله. يعني خضره الشتاء وجمالها حاجه كده لا يعلى عليها. انزل بقى بالخضره بتاعتي، وفي الوقت ده وتهدي النار خالص لحد ما الفول معايا يتهرس هرسا مبرحا مبرحا مبرحا. يعني بصوا، انا اتهرس بقى الفول بتاعي كده وبقى زبده. يعني عارفين ايه زبده؟ زبده الزبده كده بقى، حاجه اخر دلع واخر جمال. نسيبه بقى يبرد على جنب كده لحد ما يعني احس ان هو خلاص الخلاط بتاعي يستحمل ان هو يتضرب فيه. بصوا بصوا، من زبدته مش عارفه اطلعه. بس هبدأ بقى في الوقت دوت كده ان انا ايه، احمر بقى حته يعني بتنجانيه كده مقليه مع قرن فلفل. يعني شوفوا، مع حبه بقى هرسه شطه من بتاعتي اللي انا عاملاها، وتاكلوا احسن طبق بتنجان مخلل في الدنيا. حطيت بقى الزيت يسخن كده على النار، بوريكم الهريسه يا جماعه. حطيت الزيت يسخن على النار، وهبدأ انزل بالبتنجان بتاعي، بتنجانة 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 بتنجانة، لحد بقى ما اخلص الكمية اللي معايا كلها كده ويتحمر. وبعد كده ايه، يعني نملحه بالدقة بتاعتنا بسرعة بسرعة كده وهو سخن، عشان خاطر تمسك فيه ويحيق بسرعة. اهم حاجة في البتنجان ان انت هتقليه يكون مقلبص كده وحلو عشان يبقى طري تحت بقك. اكلتنا ديت ما تنفعش من غير البصلية المقلية اللي تترش على الوش كده عشان خاطر تكمل التقلية. يا لهوي يا لهوي على المصطلحات الجميلة. حط بقى البصل بتاعي كده يتحمر عقبال يعني ما اضربها في الخلاط. ضربتها في الخلاط لحد ما انتوا شايفين كده في نفس ذات الحلة هي. هنزل بقى كده بمعلقة زيت من اللي انا محمرة فيها البصل. التست ده يا جماعة عمركم ما هتنسوا ريحته وطعمه في الاكلة دي. وكان عندي بصلاية صغيرة كده، رحت ماسكاها مقطعاها. بصوا، يعني هي يا دوب يعني ندعت بصلاية مش بصلاية. وهسيبها برضو تتحمر كده بقى في قلب الزيت عقبال ما انا ادق لها فصين توم. شايفين؟ شاطره ولهلوبه بايدي التانية بقلب في البصل عشان ما يتحرقش. هنا كده البصلايه احمرت، اروح بقى نازله عليها بفصين توم، وانزل بقى عليها بالبصاره بتاعتي اللي انا ضربتها في الخلاط. عرفتوا بقى انا هعمل ايه معاكم النهارده؟ هعمل معاكم بصاره لازما يا جماعه كده ايه اكلها قبل رمضان. وانا عايزه اقول لكم على حاجه: الايام اللي جايه ديت اكل من غير مجهود ومن غير لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه. خلينا نوفر عشان رمضان. اسيبها بقى في المرحله ديت كده تغلي معايا لحد ما يعني احس ان السمك بتاعها تقل كده، وافرك عليها بقى بصلايه من اللي انا ايه حمرتها ديت يا جماعه. بصوا 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 الدلع والجمال. طبعا احنا ما حطيناش توابل. هبدا بقى احط التوابل بتاعتي: هي رشه كمون ورشه فلفل اسود والملح ومكعب مرق الدجاج. بصوا شايفين بقى لونها وجمالها؟ بجد فظيعه. ريحتها كانت قلبة الدنيا، وكانت خلاص تقلت معايا كده بعد ما غليت الغلوتين بتوعها. وبصوا بقى ايه على الجمال والدلع والحلاوة يعني واللي عايزين تقولوا عليها يا جماعة قولوا. همسكها بقى كده اصبها في الاطباق بتاعتي. بصوا شايفين؟ طبعا بقى الله يرحمها ستي كان عندها اطباق كده اللي هي الاستانلس ديت، وكنا بنعملها فيها وجنب البتنجان المخلل وترش اللي هي البصلايه كده. صراحه يا جماعه يعني كانت بتبقى حلوه جدا.
الله يرحمها يا رب. هنا بقى كده فاضل بقى ايه طبق البتنجان كده، عايزه اوريهولكوا بعد ما يعني حطيت له الدقه. بصوا ده لوحده كده يا جماعه مع رغيف عيش، وتاكلي فيه لحد ما تقولي يا بس. زي ما قلت لكم بقى كده ايه، انا وحماتي هنتغدى، فايه رحت واخده لها بقى الصينيه ديت كده اخدها معايا وانا رايحه عندها ان شاء الله يعني شويه كده، واتغدى بقى انا وهي. بصوا بقى ايه، ننزل بقى بالبصل كده على الوش. يا لهوي يا لهوي على الجمال، البصل ده بينزل على قلبي صراحه يا جماعه. وبكده يكون خلص الاكل بتاعنا النهارده، سهل وبسيط وموفر واقتصادي وقيمه غذائيه عاليه جدا جدا. حببوا يا جماعه ولادكم في الاكل دوت، نقدر نعوضهم عن الحاجات يعني اللي احنا مثلا استفدنا بيها وهم اتحرموا منها، يعني بسبب الظروف طبعا اللي احنا بنمر بيها. يعني عوضوهم على قد ما تقدروا بالاكل اللي احنا بنعمله دوت، وبالحاجات اللي هي الى حد ما ديت مفيده لجسمهم. لا دي مفيده جدا جدا جدا. وبكده زي ما قلت لكم يكون الاكل بتاعنا خلص، او غدانا النهارده خلص. ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. جربوا وبالهنا.